بقول لك ايه يا ماما؟ نعم يا عيون ماما. انا عايزه اتجوز شيرين بنت خالتي. نعم يا روح امك، كله الا البنت دي. ليه بقى يا ماما؟ انا بحبها وعايزه اتجوزها. لو اخر واحده في الدنيا يا روح امك مش هتتجوزها. ليه بس يا ماما؟ ده شيرين بنت طيبه. طيبه؟ دي عقربه زي امها، مش امها دي اختي عقربه. يا ماما انا مالي ام امها، بس انا اتجوزها ولا اتجوز امها؟ بقول لك لو اخر واحده في الدنيا مش هجوزها لك، ايه رايك بقى؟ وانا بقول لك بحبها وعايزه اتجوزها ومش ههدى غير لما اتجوزها. كده برضو يا ابني بتعصى كلام امك؟ قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين لو فكرت تتجوز بنت خالتك. انا بقول لك هتجوز بنت خالتي، يعني هتجوز بنت خالتي، دي حياتي وانا حر فيها، ومحدش يتدخل في حياتي، ومحدش يقول لي اتجوز مين وما اتجوزش مين. اللي قلبي اختارها هي اللي انا اخدها واتجوزها. كده برضو يا ابني تعصى كلامي؟ كده برضو تقف قدامي كده وتشخط فيا من اولها؟ امال بعد ما تتجوزها هتعمل فيا ايه؟ يا ماما انا مش بعصى كلامك، انا جاي بطلب ايديها منك انت، وبقول لك عايزه اتجوزها، وانت بتقولي لي لا كله الا دي، وقلبي وربي وغضبانين ومش غضبانين. طب انا مش هتجوز غير شيرين بنت خالتي، واعملي اللي تعمليه. اخص عليك وعلى البطن اللي شالتك الزعق فيا، بتعلي صوتك عليا وبتعصاني يا ابن بطني، دي اخرتها. بس بقى يا ماما بطل عياط بقى، بلا ابن بطني بلا ابن رجلي بقى. يخسر تربيتي فيك يا ابني. يا ماما ما انا جايبه صرحك وبقول لك بحب شيرين بنت خالتي، عايزه تقفي في وشنا ليه؟ دي بنت اختك، يعني مش حد غريب، المفروض تفرحي لي. ولا اختي ولا بنت اختي، اسمع كلامي، ابعد عن الناس دول، ملناش دعوه بيهم. مش موافقه، انا بقول لك مش موافقه. وانا بقول لك هتجوزها يعني هتجوزها يا ماما، وشوفي كلام مين فينا اللي هيمشي بقى. يا ابني اسمع كلامي، احنا لسه على البر وانت واقف قدامي وعمال تزعق فيا. امال بعد ما تتجوز هتعمل ايه يا منيل؟ انا مش هسمع كلام حد، انا بحب شيرين وهتجوزها يعني هتجوزها، وافقتي ما وافقتيش هتجوزها. يعني الكلام مش جايب نتيجة معاك؟ طب انا هجيب لك ابوك هو اللي يتفاهم معاك. روحي اندهي لي بابا يا ماما، خليه هو اللي يجي يتفاهم معايا طالما انت مش موافقة. والله علي يا حبيبي، ولسه. وبعدين بقى مع العيلة دي في ايه؟ يلا صوتك عالي ليه على الصبح؟ بزعل امك ليه؟ يا بابا انا بقول لها بحب شيرين بنت خالتي وعايزه اتجوزها، بتقول لي لا كله الا دي. هي عملت لها ايه؟ وانا كمان يا حبيبي بقول لك كله الا دي. اشمعنى شيرين يعني؟ وبعدين انت خلاص كبرت وعايز تتجوز؟ معاك فلوس للجواز؟ يا ابني ده انا لسه بصرف عليك لحد دلوقتي. يعني ايه يا بابا؟ انت كمان مش موافق؟ بس انا بحبها يا بابا وعايزه اتجوزها، ومش هتجوز حد غيرها. ولا واقف عدل وانت بتكلمني ووطي صوتك يا خالتك وجوز خالتك وبنت خالتك، الناس دول وحشين يا ابني ما ينفعوناش. بس يا بابا انا بحب شيرين قوي يا بابا، وشيرين كمان بتحبني. يا ابني اسمع كلامي وكلام امك، الناس دول احنا معاشرينهم لينا سنين، وما شفناش منهم غير كل حاجة وحشة. ممكن تقول لي شيرين يا بابا شفت منها ايه وحش؟ انا ماليش دعوة غير بشيرين، شفت منها ايه وحش؟ الشهادة لله يا ابني ما شفتش منها حاجة وحشة، بس ده مش معناه انها هتفضل على كده طول عمرها، بكرة هتتغير يا ابني اسمع كلامي، وهترجع تندم في وقت مش هينفعك فيه الندم. هو انت بتبص على مين كده يا بابا؟ وانت كمان ليك نفس تهزر؟ يا بابا يا حبيبي، شيرين بنت جدعة وكويسة، حتى لو باباها ومامتها مش كويسين بس البنت كويسة، انا مالي ومال باباها ومامتها؟ يعني ايه مالك ومال باباها ومال مامتها؟ مش هما اللي مربيينها؟ ما هي تربيتهم. يا بابا لو سمحت شيرين متربية احسن تربية، وما اسمحش حد يقول انها مش متربية.
انت بتعلي صوتك عليا يالا عشان خاطرها؟ طب والله العظيم ما انت متجوزها، ايه رأيك بقى؟ يا بابا دي مش طريقة في الكلام دي يا بابا. بقول لك بحبها يا جماعة، في ايه بقى؟ ايه ده بقى؟ يا دي يا غبي، هي في البداية باينة لك ان هي كويسة، بس بعد ما تتنيل وتتجوزها هتوريك اليوم الاسود اللي ما شفتوش في حياتك. ماشي يا بابا انا موافق، انا عايز اشوف اليوم الاسود اللي ما شفتوش في حياتي، بس هتجوز شيرين يا بابا. لا مش هتتجوز شيرين يا بابا، ولو هي فعلا اخر واحدة في الكون مش هتتجوزها يا بابا. يا ريت تسمع الكلام وتسكت بقى يا بابا وتشوف لك واحدة غيرها يا بابا. انت بتتريق عليا يا بابا؟ اتصل بيها دلوقتي وقول لها ان احنا مش لبعض، وما تعلقهاش بيك يا ابني، خليها تشوف حالها. بقول لك ايه يا بابا، شيرين لي انا لوحدي ومحدش هيتجوزها غيري، ولو اتصلت بيها دلوقتي هقول لها الكلام ده دلوقتي حالا. افتكر ان انا وامك مش موافقين على الجوازة دي، واللي عايز تعمله اعمله. يعني ايه يا بابا انت وماما مش موافقين يا بابا؟ انا مش هغرمكم حاجة ومش هكلفكم حاجة، وباباها ومامتها ملناش دعوة بيهم، انا عايزها هي لوحدها يا بابا. هتجوزها يعني هتجوزها. طيب يا حبيبي روح اتجوزها، وهات لك اب وام غيرنا يشهدوا لك على جوازتك. بالسلامة يا حبيبي. يعني كده يا بابا؟ يعني هي بقت عند خلاص؟ طيب يا بابا انا هتجوز شيرين الخميس اللي جاي، عايز تيجي انت وماما يا مرحب، مش عايزين تيجوا برضو يا مرحب. لو اتجوزتها قلبي مش راضي عنك ليوم الدين. طبعا من حقك تعمل اكتر من كده، ما انت باباك ومامتك ما كانوش موافقين على جوازتنا من الاول. وايه اللي دخل بابا وماما في الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي؟ هو ايه هتبقى مشاكل على طول ولا ايه؟ قصدك ايه؟ ان انا نكديه بتاعت مشاكل؟ ان انا ما اتعاشرش؟ ان انا مش بتاعت جواز؟ ايوه كده بان على حقيقتك. انت اللي تبان على حقيقتك. انا عرفت دلوقتي بابا وماما قالوا لي بلاش البنت دي ليه. معقولة انت اللي انا عرفتها؟ يعني معقوله انت اللي انا عرفته؟ عمال تزعق على الفاضيه وعلى المليانه، انت بتتلكك لي. انا بتلكك لك يا هانم؟ لا ده انت زودتيها قوي. بقول لك ايه، احترمي نفسك. انا محترمه غصب عنك وغصب عن التخين. يا خساره يا حبيبي. بس بقى بلا حبيبك بلا كلام فاضي بقى، ما انا اكلت منه الكلام ده كتير. كلمه حبيبي بقت كلام فاضي دلوقتي؟ ولسه ياما هنشوف. بقول لك ايه، انا ما فيش حد بيعلي صوته عليا وبسكت له. احترمي نفسك. برضه بتعيدها لي تاني وتقول لي احترمي نفسك؟ حاضر انا هحترم نفسي، انا هوريك ان انا محترمه ومحترمه بزياده كمان. انا هلم شنطه هدومي وارجع لماما اعيش معاها عشان العيشه معاك بقت تقرف. روحي يا ماما عيشي مع مامتك، انت هتهدديني؟ ما هي السبب، وكل المشاكل دي جاية من تحت راسها هي. بقول لك ايه، ما تجيبش سيره ماما على لسانك، مالكش دعوه بيها، دي اشرف منك ومن عيلتك كلها. دي اشرف مني ومن عيلتي؟ ما تخليناش نتكلم بقى. بان على حقيقتك يا كذاب يا منافق يا ميه من تحت تبني. انا كداب ومنافق يا نكدية يا اللي بميت وش يا بتاعت المشاكل يا ام وش يقطع الخميرة من البيت. دلوقتي وش يقطع الخميرة من البيت؟ ما انت كنت هتحفى عليا وعاندت مع ابوك وامك علشان تتجوزني، دلوقتي يا لهوي ده لسه كمان. طيب اديك قلتيها، عاندت بابا وماما عشان خاطرك وانت طلعتي ما تستاهليش. يا ريتني كنت سمعت كلامهم، ما كانش باين عليكي من الاول متدارية زي الحرباية. انا متدارية زي الحرباية؟ حوش حوش، والله ما قاعدلك في البيت تاني، انت ما تستاهلنيش اصلا. طبعا ما تستاهلكيش، المفروض كنت اتجوزت دكتور، بس دكتور امراض نفسية وعصبية. امراض نفسية وعصبية على اساس اني مجنونة؟ طيب والله العظيم ما هسكت لك. يعني هتعملي ايه يا امورة؟ هندمك على كل دقيقة عشتها معايا. تندمين انا؟ لا ده انت باين عليك اتجننت بصحيح، انت لسه ما تعرفينيش كويس. انا لما بتحول ما بشوفش قدامي. طب ما تتحول كده يا اخويا وتوريني. لا والله خفت منك يا حبيبي، الرجالة اخر زمن بتتحول.
بلاش تستفزيني عشان انت مش عارفة انا ممكن اعمل معاكي ايه. لا يا حبيبي وريني، انا عايزه اشوف انت بتعمل ايه، عايزه اتفرج كده على حلاوتك وجدعنتك وشطارتك. طب روحي وانت طالق بالتلاتة. اخس عليك يا مجرم يا خاين العشرة، انا هروح اقول لماما ان انت طلعت لي. حقك عليا يا بابا، حقك عليا يا ماما. انا طلقت شيرين وسبتها وسبت لها البيت وراجع اعيش معاكم تاني، سامحوني. يا ريتني سمعت كلامكم من الاول، ما كانش حصل اللي حصل ده كله. انا بعد كده اسمع كلامكم في كل حاجة لان انتوا عايزين مصلحتي وخايفين عليا، سامحوني.